في دوري المجموعات. فوز أول على المنتخب الماليزي برباعية مقابل لا شيء بالسهلة. وإن شاء الله الأخضر حيث تم الإعلان عن بيرو باعتبارها البلد المضيف. تجهيز براسية، كرة واصلة، تسديدة لا استعجل فيها شوية أيهم عبد ربه. دغيف عنده بطولة المنتخب الإيراني اللي تخطى عقبة المجموعة. برافو، أخطر الكرات في المباراة. وفي 27 دقيقة ماضية المنتخب اليمني يتمكن بكرة كونتر اتاك هروب ولا أروع من عادل قاسم. تمرير كرة لأيهم عبد ربه. شوف الكرة، لا والله هذا الخطأ الأخير اللي حسب لعبد ربه والإصرار على المخالفة من يعقوب بارجة لاعب الطرف الأيمن للمنتخب الإيراني. ولكن هات لفة المنتخب اليمني وال 14 سنة والمؤهلة لكأس العالم في أندونيسيا. 4 بطاقات. الاثنين كسروا حذاري، كرة تعود. يا سلام اللمسة، خطأ يا جنوبي. والآن لا يد أوقف اللاعب لدواعي بطاقة صفراء، ولكن كان بالإمكان ترك الفرصة. بطاقة صفراء ليعقوب باراجة في كرة وفي احتكاك ما بينه وما بين أيهم عبد ربه دغيف. إذا بطاقة صفراء أولى وفي الدقيقة 34. ألف سلامة لأيهم. اصطدام كان قوي ما بينه وما بين يعقوب باراجة. عادل قاسم في آخر 5 دقائق محتسبة كوقت بدل ضايع في هذا الشوط. خلصنا ال 45 دقيقة وخلاص راح يرجع الكوري. أداء كرة وتمريرها كانت من عبد ربه. مرور يا سلام كان ولا أروع، ولكن الزين ما يكمل أمام هالكوري. الكرة نافذ أيهم عبد ربه دغيف. لا عبد ربه دغيف في خط المقدم. مباراة شباكة 5 أهداف. تشكوري كرة آسيا تحت 16 سنة وخروج اللاعب أيهم عبد ربه دغيف. خروج أيهم لاعب أهلي صنعاء ودخول محمد صالح فاضل. تعاون التغييرات للمدير الفني محمد حسن علي البعداني. الخير على الكرة اليمنية والمنتخب اليمني. يلا يا رياب أومارو. إذا بدأت القتال الأولى على أمل تحقيق إنجاز يا حسام يا ردمان بالنيولوك الجديد بقصة الشهر الجديدة. الله يا الخضر، عبد الرحمن الخضر بالتأكيد. ونحن بانتظاركم. هنا محاولة أخرى، فرصة أخرى، التسديدة هنا. الحارس الماليزي يتدخل. أيهم داغب، راهنت عليك. هم العز العصامي أقولها أمامكم. الرجل الذي هو في الاتحاد اليمني هذا هاجمني لمرتين مع أنني لا أعرفه بصراحة ولا أريد أن أعرفه، لكن الجماهير عملت لي منشن أو إشارة على صفحته. لا أريد أن أذكر هذه الألفاظ بصراحة. يقول بأنهم لماذا يتابعون المعلق لاوين هابيل الكردي. يقول بأن المعلق لاوين هابيل الكردي يستغفل المتابعين. من الآن يستغفل المتابعين؟ أنا أعرض كل قنواتي للخطر من أجل الجمهور اليمني. قلة قليلة وأشباه الرجال الذين يأتون ويهاجمونني مع أنني والله العظيم خروج لمحمد فضل وإشراك اللاعب أيمن أو أيهم عفوا. هنا بعض اللقطات ما بين 10 دقائق أخيرة قبل النهاية. متبقية تمرير الآن المنتخب اليمني. محاولة لهذه الدرجة صعوبة يواجهها المنتخب اليمني في عملية. أيهم
داغف وحيدا وسيكون خارج الحسابات بشكل كبير. هنا الآن محاولة التسديد، محاولة لكن مرت وبعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هنا المحاولة والتسديد الأخير القادم من الوقت، القادم من أحداث في شوط المباراة من جانب لاعبي المنتخب لاوس للمناطق الخلفية ولم يسلموا من ذلك. نعم المنتخب اليمني ما زال يضغط، يحاول. هنا المحاولة الأخيرة كانت من جانب أيهم داغب. أيهم استلم الكرة لكن يبدو لي بأن هناك لمسة يد على أيهم في هذه اللقطة. بالتالي خطر لمصلحة واحد فقط في المقدمة اللي هو بيتر، لكن بقية اللاعبين متراجعين للخلف. كرة عند عصام الأدمان في تمريرة، محاولة خطيرة، تسديدة. أيهم في محاولة تسديد لكن سولي ساك في ردة فعل سريعة وابعد هدف محقق لمصلحة المنتخب اليمني جانب منتصف ملعب منتخب لاوس. وزيادة الفرص امام مرمى المنتخب، المنافسة على 3 نقاط هذه المباراة. كذلك وصيف كل مجموعة. محاولة يمنية الآن عند أنور، تسديده، تصدي رائع من جانب حارس المرمى. وهنا التسديدة الأخيرة من جانب أيهم، لكن تصدي رائع من جانب